شهر شعبان ومن بعده رمضان. يقولوا رجب شهر البذر، وشعبان شهر الرعاية والسقي، ورمضان شهر الحصاد. فاللي مش هيزرع في رجب ويرعى في شعبان هيحصد ازاي في رمضان؟ سمي شعبان لتشعب الخير فيه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه كثيرا. سيدة عائشة تقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر صيام في شهر من شهر شعبان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تكثر من الصيام في شعبان؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. فاحنا محتاجين نحسن استقبال شعبان. واحد، بالإكثار من الطاعات، زي الإكثار من الصيام استعدادا للصيام في رمضان، والإكثار من قيام الليل استعدادا للقيام في رمضان، والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن استعدادا للتلاوة في رمضان. أيضا شهر شعبان شهر الناس بتغفل عنه، بين رجب شهر الله المحرم وبين رمضان الشهر العظيم المعظم، فالناس بتغفل عنه. والعبادة في الغفلة، تخيلوا يا جماعة، تدي لك أجر الهجرة مع سيدنا النبي. خد المفاجأة دي، لما تعبد ربنا في شهر شعبان لأنه شهر يغفل الناس عنه، تاخد أجر كأنك هاجرت مع سيدنا النبي. تاخد الدليل، دليل رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يا جماعة اللي هي الغفلة، الهرج الفتنة، الهرج القتل. فاللي يعبد ربنا في وقت الغفلة ياخد أجر كأنه هاجر مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كمان شهر شعبان شهر بترفع فيه الأعمال إلى الله، كأنه الرفع الختامي للأعمال. فتخيل لما يرفع عملك إلى الله عز وجل وانت صائم، فربنا سبحانه وتعالى يزيد لك الحسنات ويغفر لك الذنوب والسيئات. وتخيل لما تختم العام في الحساب الختامي في شهر شعبان للعام كله وانت صائم وطائع لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بخواتيمها، وخير ما نستقبل به رمضان الإكثار من الأعمال الصالحة في شعبان، لأن شعبان كالتمرين لرمضان، شعبان كالتمهيد لرمضان.